السلام عليكم، أهلا بكم في قناة سليمان. أنا أحمد سليمان في فيديو جديد. النهاردة هنتعرف مع بعض على أفضل المسلسلات المصرية اللي مستنيين ليها جزء تاني قريب إن شاء الله. رقم 1 مسلسل البيت بيتي. بعد النجاح اللي حققه مسلسل البيت بيتي انتهوا من كتابة الجزء التاني، وده اللي قال عليه النجم سليمان عيد، ووضح كمان إن هيكون ليه دور كبير ورئيسي في الجزء التاني بعد ما كان ظاهر في الجزء الأول. والمسلسل بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، وكمان الجزء التاني هيكون أفضل من الجزء الأول بمراحل كتير جدا. رقم 2 مسلسل جعفر العمدة. مسلسل جعفر العمدة بعد ما نزل في رمضان 2023 عرفنا من محمد رمضان إنه مضى جزءه التاني، وده بعد النجاح اللي اتحقق من الجزء الأول وكلنا لاحظناه. والمسلسل بطولة محمد رمضان وأحمد داش. رقم 3 مسلسل غرفة 207. مسلسل الرعب والإثارة القوي جدا الغرفة 207 حقق في جزءه الأول مشاهدة عالية جدا، وده لأن أول مرة يحصل صرف في إنتاج مسلسل قصير مصري رعب بالشكل ده. وعلى غرار نجاح الجزء الأول عرفنا إنه بيتم تصوير جزء تاني يكمل مسيرة جمال الصواف، والمسلسل بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور. أما رقم 4 فهو مسلسل أرض النفاق. بعد النجاح العالمي للنجم محمد هنيدي في الجزء الأول من مسلسل أرض النفاق اللي اتعرض في 2018، أعلن إنه انتهى من كتابة الجزء الثاني وهيبدأ التصوير فيه. والمسلسل في جزءه الأول حقق مشاهدات عالية جدا، وكان بطولة محمد هنيدي وهالة شيحة ومحمد محمود ودلال عبد العزيز ومحمود حافظ. ومنتظرين الجزء الثاني بس يكون بنفس أبطال الجزء الأول، مش تغيروا الدكتور أما رقم 5 والأخير فهو مسلسل الكتيبة 101. بعد النجاح العالي في الجزء الأول بيتم كتابة الجزء الثاني من المسلسل، وده لأن أي شغل حروب وسياسة بنلاقي تفاعل كبير جدا عليها، لأنها بتحكي وبتلخص أخبار حصلت وبنكون عاوزين نعيش لحظتها ونعرف إيه التفاصيل اللي حصلت فيها، زي ما حصل في الاختيار 1 و2 و3. وكل الأجزاء حصلت على مشاهدات عالية، وبنتمنى الجزء الثاني من الكتيبة 101 يكون في نفس مستوى الجزء الأول. ولحد هنا بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، بتمنى يكون عجبكم، وقولوا لنا انتوا مستنيين أهنى مسلسل فيهم وأهنى مسلسل هيكون كويس. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لنا فولو. دمتم في أمان وسلام. سلام.